بيكلمك في حاجه وانت مصدقه، طب ما اتحجبتيش ليه؟ انت مالك؟ انت ربنا خلقك. بالظبط. كذا حد قال لك الموضوع ده. لا انا بعرف ارد جدا. بتقولي انت مالك او انت مالك؟ انت مالك؟ ما انت ايه؟ انت مش انت اللي خلقتني عشان تتحكم فيا؟ لان الحب، البني ادم لما يحب ربنا كويس جدا عمره ما يتعدى حدوده على الاخر، لانه ده الخلق للخالق. انت مالك؟ بس عمرك ما فكرتي انت ما تعرفش العلاقه اللي بيني طبعا وما بين دي المولى علاقه عز خاصه وجل جدا. عايزه ايه؟ طبعا علاقه خاصه، ولكن انت عمرك ما فكرتي ان انت تتحجبي، صح؟ لا انا محجبه. مين قالك ان انا مش محجبه؟ لا محجبه اللي هو زي ما الناس بتقول اللي هو غطاء الراس. قصدك لبس الشغل؟ قصدي لبس الشغل. الحجاب غطاء الراس هو قصدك لبس الشغل. لبس الشغل؟ يعني ايه لبس الشغل؟ الحجاب لبس الشغل؟ الكلمه دي في ناس فاهماها كويس جدا. طب خلينا نفهم برضه قصدك لبس الشغل ولا انت بتكلميني على قلبي؟ لا انا بتكلم على يعني غطاء الراس، الحجاب اللي الناس اللي بتلبس ينفع تلبسي بتلبس طرح على راسها. ما عادي جدا. ده لبس الشغل بالنسبه لك؟ تعالي عادي جدا. ما انا ممكن اروح حتى. مين قالك ان انا مش محجبه؟ انا محجبه سمعا وقلبا وروحا وعينا وكلاما وافعال. من اتى الله بقلب سليم. السلام عليكم. قمت أنا بعمل فيديو قصير عما قالته هذه المتحدثة، ولكن الموضوع يحتاج إلى أن نفرد له وقتا أكبر، لأننا لم نأخذ وقتنا في الرد. فقبل، ألم تلاحظوا أن الجرأة على دين الله تزداد، خاصة من العصاة المجاهرين بالفسق؟ فمرة تجد مطربا يرقص مع النساء ليل نهار ثم يخرج يتكلم في الدين، أو راقصة مثلا حتى وصلت الجرأة بإحداهن أن تقول أن الراقصة لو ماتت وهي ترقص فهي شهيدة، فالراقصة لا تفعل شيئا، من البيت للمرقص ومن المرقص للبيت، وتكسب من عرق جبينها. أو تجد المتبرجة تسيء للمحجبات، وهذا لأن هؤلاء جميعا يعلمون أن المرأة الطائعة لله أفضل منهن، فهي لم تغرها الدنيا ولم تخلع الحجاب ولم تتبع أفكار النسويات الهدامة، فعندما ينظرون إليها يشعرون بالنقص، فلا يستطيعون فعل شيء إلا الطعن فيها أو محاولة التقليل منها. وهذه الفنانة المزعومة خرجت متبرجة مجاهرة بما لا يرضي الله، وإذا أمرها أحد بمعروف قالت له لا دخل لك، وتقول الذي يحب الله لا يتعدى حدوده على الآخر. ولكن التعبير الصحيح هو أن الذي يحب الله لا يتعدى حدود الله أصلا. وما قاله لك هذا الذي يطلب منك الحجاب إنما يأمر بمعروف وينهى عن منكر، فيقول لك إن الحجاب فرض وعليك أن تلتزمي به، وهذا هو الذي أمر الله به في كتابه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم تقول دع الخلق للخالق. هذه ليست بآية في القرآن ولا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول مأثور حتى عن أحد العلماء، بل ربما يكون هذا القول مأثورا عن الشيطان الرجيم والعياذ بالله. فالنصح واجب للمسلم على أخيه، وهذا ليس تدخلا في شؤونك، فالتزمي بحدود الله ولن ينصحك أحد. أما أن تجهري بمعصية الله وعندما ينصحك أحد تلومينه وتقولين أنه تدخل في شؤونك، بل عليك أن تلومي نفسك أولا. وقالت عن الحجاب لبس شغل، وسنرد عليه ولكن في النهاية. ثم قالت أن الإيمان في القلب وليس بالحجاب، وهذا معنى كلامها بكل وضوح، يعني كما يقول العوام ربك رب قلوب، وهذا عجيب والله. يعني تجد أناسا يعصون الله في العلن ويأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون مال اليتيم، وهذه تجاهر بالمعصية وارتدت في أفلامها ملابس لا ترضي الله وهي الآن متبرجة، ثم تقول الإيمان في القلب، وهذا كذب. فلو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح. تخيل لو أن رجلا يضرك في عملك وفي بيتك ويذمك في كل مكان ويجاهر بعداوتك ويؤلب عليك الناس، ثم يأتي ويقول لك أنا أحبك أنت حبيبي، ماذا ستقول له؟ بالطبع ستقول له لو كنت تحبني لظهر ذلك على أفعالك، ولكن أفعالك تدل على بغضك لي، ولو حلف لك بكل الأيمان لن تصدقه. لو أنه كان يحبك فعلا لما فعل بك كل هذا، وهذا بالضبط ما نتكلم عنه. لو كانت هذه تحب الله لالتزمت بأوامره، أما أن تعصيه علنا وتجاهر بمعصيته بل وتبرر لمعصيتها ثم تقول الإيمان في القلب، أي إيمان هذا؟ هذا يسمى كذب وليس إيمان. ثم استدلت بقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم،
فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواه تابعا لما جاء عن الله. فهل هذا ينطبق يا ترى على الأستاذة وهي تحب التبرج وتدافع عنه مع أنها تعلم أن الله لا يرضى ولا يحب؟ ولذلك فقد وضعت الآية في غير موضعها. قد يقول قائل: يا شيخ كلنا عصاة، فأقول له: نعم، ولكننا مهما عصينا لا نحب المعصية ولا نبرر لها، بل نتبرأ إلى الله من كل معصية فعلناها ونستغفره منها ونتمنى أن يغفرها لنا، ولا نكابر في قبول النصح، وإن لم تكن كذلك فعليك أن تصحح من نفسك. ثم وصفت الحجاب بعد ذلك بأنه لبس شغل، وهذا فيه تقليل من المحجبات اللاتي التزمن به لإرضاء الله جل جلاله، والخوف من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فأمك وأختك وبنتك وزوجتك وعمتك وخالتك وأنت كذلك يا من تستمعين لي لم ترتدي الحجاب وتعتبريه لبس للشغل تتكسبين من ورائه، وإنما تحملت المشقة هذه ابتغاء مرضات الله، فهي الآن قد أساءت للمحجبات. فهل ستتحرك النسويات لتأتي بحق المحجبات اللاتي أسيء لهن ويتكلمن في البرامج ويطالبن بالاعتذار الفوري؟ بالطبع لا، فهم لا يدافعون عن المرأة المحجبة، وإنما يدافعون عن امرأة تمردت على زوجها، امرأة خرجت تسب أباها، امرأة خرجت ترقص في العلن أمام الناس. أما المحجبات المحتشمات فليسوا على لائحة أولوياتهم. ثم وصفها الحجاب بأنه لبس شغل فيه إساءة لفريضة الحجاب التي فرضها الله من فوق 7 سماوات. ثم تأتي بعد ذلك وتقول: الإيمان في القلب. أي إيمان هذا الذي يحملك على الإساءة لفرض من فروض الله والإساءة لمسلمات التزمن بهذا الأمر الذي أمر الله به؟ سبحان الله. وفي النهاية أتمنى من هذه وأمثالها ألا يتدخلوا في الدين وأن يهتموا بشؤونهم، كالرقصة الفلانية ستعجب الجمهور، والموسيقى الفلانية ستكسر الدنيا، ولا يتكلمون في فروض الله وأوامره، فليسوا أهلا لذلك، وليسوا هم من يؤخذ منهم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.